السلام عليكم، مرحبا بكم على قناة باتيس حنان. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نشارك معكم كيكه بالمندرين، بما ان هذا الوقت ديالو. كيكه اللي غتكون صحيه 100% بمكونات اللي بسيطه، كيكه ناجحه 100% بدون حليب او يوغورت، كذلك بدون دقيق ابيض، بدون سكر، وكذلك بدون خميره كيماويه. فتابعوا معايا الفيديو حتى الاخير باش تعرفوا على المقادير وطريقه التحضير، باش نحضروا هذه الكيكه اللي غادي تكون بطبقه مقرمشه. في المكونات غادي نحتاجوا 3 البيضات. بما اني غادي نستعمل العصير ديال البرتقال او المندرين، فغادي نزيد معلقه صغيره ديال المبشور ديال البرتقال. غادي نخلطو مزيان مع البيض، فقط غادي نستعمل الطراب اليدوي حتى كيتخلط ليا البيض مزيان. هنا ممكن نزيدو رشه ديال الملح، بما اني غنستعمل بيكربونات الصوديوم كتكون مالحه، فما غاديش نزيد الملح. غادي نزيد نص كاس ديال زيت الزيتون. هنا راه ما كيجيش المذاق ديالو باين نهائيا في الكيكه. ملي كنكونوا مستعملين نكهات اللي قويه بحال الليمون او القشور ديال الليمون، فما كيكونش المذاق ديال زيت الزيتون. عندي هنايا كاس ديال عصير المندرين او البرتقال. غادي نزيد ليه 2 معالق صغار اللي كيكونوا عامرين بيكربونات الصوديوم، اللي كتكون طبعا خاصه بالحلويات. هنا كنخلطها مع العصير ديال الليمون باش كتفاعل. كيف ما كتشوفوا التفاعل ديالها ضروري كنخلطوها مع ماده اللي كتكون حمضيه باش كتفاعل وكتعطينا مفعول مزيان وكتنفخ لينا الكيكه. غادي نخلط هاد المكونات وغادي نبدا كنزيد الدقيق. عندي هنايا 2 كيسان ديال الدقيق. عندي دقيق الفرينه اللي كيكون مغربل، كنغربلو مباشره. هنا زدت الكاس الاول وغادي نخلطو مزيان مع باقي المكونات. كيف ما غادي تشوفوا معايا هنا غادي ندخلو مزيان، كنبقى نخلط حتى كينسجم كليا مع الخليط وما كيبقاوش عندي تكتلات ديال العجين. وغادي نضيف الكاس الثاني ديال الدقيق. كذلك هنا غادي نخلطو مزيان حتى ينسجم مع باقي المكونات. فهنايا بما انني مستعمله الدقيق ديال الفرينه بلديه، فكيحتاج شويه نخلطوه مزيان حتى كينسجم، على عكس الدقيق الابيض فما كيبغيش يتخلط بزاف. كيف ما كتشوفوا هذا هو القوام. بالنسبه لهاد الكميه السوائل اللي استعملت اكتفيت هنا ب2 كيسان ديال الدقيق. هنا من بعد ما خلطت الخليط مزيان فغادي نزيد كاس ديال التمر اللي قطعته قطع رقيقه. ممكن تستعملوا كاس ديال الزبيب او نص كاس زبيب نص كاس تمر، فكيبقى حسب الاختيار. هنا هاد الكميه ديال التمر فهي مناسبه جدا للكيكه، فكتجي حلوه، يعني ما كتجيش ناقصه في الحلاوه، كتجي وكاننا مستعملين السكر العادي تماما. فهنايا من بعد ما زدت التمر غادي ندخلو مع الخليط. فقط غادي نخلطو مزيان حتى يتغطى كله بالعجين. وغادي ناخذ مول اللي فيه 24 سنتيمتر. انا هنا غلفته بورق الطبخ. بالنسبه للقطر ديال هذا المول فكيجي مناسب لهاد الكميه ديال الخليط، ما كتجيش هابطه بزاف وما كتجيش طالعه بزاف، فكيجي القياس هو هذاك. هنا فرغت الخليط كله في المول وكندير هاد العمليه باش كيتقاد الوجه ديال العجين. كنحاول نضربها شويه على سطح العمل وغادي نخليها هنا. في هذه المرحله غادي نشعل الفران كيسخن وكنخليها هي ترتاح مده 20 دقيقه بين ما كنوجد الطبقه المقرمشه اللي غتكون عباره عن كرامبل. عندي هنايا كميه متساويه من كل مكون في هذه المكونات. عندي 40 غرام ديال دقيق ديال الفرينه، 40 غرام زبده، 40 غرام بودره اللوز، و40 غرام سكر جوز الهند. فكتشوفوا اللون ديالو بني، فهذا السكر ديال جوز الهند. ضفتو دابا على الدقيق وغادي نضيف عليهم البودره ديال اللوز، وغادي نزيد عليهم الزبده اللي طبعا كتكون زبده طبيعيه من اصل حيواني.
فغادي نخلط هاد المكونات كلها، غندمجها مع بعضها، وغادي نبقى ندخل الزبده، كنبقى ندخلها مع هاد النواشف حتى كيترملوا لينا مزيان كيف ما غادي تشوفوا معايا في الاخير. فقط برؤوس الاصابع كنبقى ندخل الزبده، نحاول ما امكن ما نعجنش هاد الخليط، فقط نخلطهم برؤوس الاصابع باش كيعطيني واحد الخليط اللي كيكون مرمل بهذا الشكل. فهذا هو القوام اللي بغيت نحصل عليه، كيكون مرمل بهذا الشكل، وكيكون عندنا النواشف كلها تلبست مزيان بالزبده. طبعا هاد المرحله كتبقى اختياريه، فممكن تكتفيو فقط بشويه ديال اللوز والكركاع كتقطعوهم وكتزيدوهم من الفوق، او حبيبات ديال الشوكولات، فكتبقى هاد الخطوه اختياريه. هنا كيف ما كتشوفوا من بعد ما حضرت هاد الكرامبل غادي نزيدو فوق الوجه ديال الكيكه مباشره قبل ما ندخلها للفران. هاد العمليه كنقوم بها غير نوزع مزيان هاد الخليط من فوق الكيكه، كندخلها مباشره للفران اللي كيكون سخنته على 180 درجه. هنايا غادي نوزعو بشكل متساوي على الوجه ديال الكيكه، فهاد الطبقه كتجي مقرمشه وكيجي المذاق ديالها بنين، بما اننا مستعملين اللوز والزبده والسكر فكيجي كتجي المذاق ديالها زوين وكتجي مقرمشه. فهنا من بعد ما غادي نسالي غندخلها كيف ما قلت لكم الفران اللي مسخن على 180 درجه. بالنسبه للفرن الكهربائي طيبتها من الاسفل فقط بالفرفاره حتى كتحمر يعني كنقلبوها بعود ديال الشواء اولا بموس، كنلقاوها نشفات من الداخل صافي كنخرجوها، وكيكون هذا هو الشكل ديالها. غادي نحطها هنايا في طبق تقديم. هنا انا اكتفيت بهذا الشكل ديال الكرامبل من الفوق، فما زينتاش، ممكن تدهنوها بالعسل من الفوق ومن الجوانب، فانا اكتفيت بالشكل ديالها بحال هكا. غادي نقطعها معكم باش كتشوفوا الشكل ديالها من الداخل، وكيكون هذا هو الشكل ديال الكيكه ديالنا. كتكون خفيفه كيف ما غادي نوضح لكم، كتكون خفيفه وهشه، يعني كاننا محضرين كيكه عاديه بالدقيق الابيض بالسكر، فكتكون ناجحه 100%، والاهم انها صحيه وبمكونات اللي كلها طبيعيه. هنا غادي نحاول نقطعها باش تشوفوا الشكل ديالها عن قرب. شوفوا هنايا كتبان بانها كتجي خفيفه وهشه، كنضمن لكم ان هذه الكيكه ناجحه 100%. فكانت هذه وصفتنا لليوم، نتمنى انها تكون نالت اعجابكم. إلا عجبكم محتوى القناة فما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش توصلوا بجديد الفيديوهات. شكرا على المتابعة، وإلى فيديو قادم إن شاء الله.